اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفة بيتزا بس جميلة جدا، ولا عجن ولا فرد ولا اي حاجة. معايا في البولة دي 4 كوبايات مية، بنفس الكوباية اللي مجهزة بيها الدقيق. يعني معايا 4 كوبايات مية، ومعايا في البولة التانية دي 6 كوبايات دقيق، نفس الكوباية اللي معايا فيها الدقيق. ومعايا معلقة خميرة كبيرة ومعلقة سكر، وده ملح، ومعايا زعتر وكيس بيكنج باودر. تمام، بقلبهم كده كويس لحد ما احس ان كل حاجة دابت، السكر والملح داب يعني. بنزل عليهم بالدقيق بالتدريج، هنزل كده، ولما احس ان هما اختفوا خالص بنزل بالكمية التانية. بجد تحفة، وبالمضرب ولا هتبهدلي الدنيا ولا مجهود ولا تعجني ولا تفردي ولا اي حاجة. نخلطهم بس كده، وفي الصينية وعلى الفرن نحط عليهم الحاجات اللي يعني اي حاجة ولادك بيحبوها تحطيها على وشها من فوق وتدخليها الفرن. تمام. بص يا حبايبي، بعد ما ضربتها كده بالمضرب بيبقى دوت السمك بتاعها. تمام يا حبايبي، بلم بس الجناب كده. وعندك بقى استريتش راب تلفي البولة بيها. أنا ما عنديش بصراحة، فلفتها بكيس كده نضيف واخليها جنبي على الرخامة لما اجهز بقية الحاجات معاكم. بص، اي حشوة بقى انت بتحبي يعني ولادك بيحبوها. انا ولادي بيحبوها بالفراخ، بس طبعا انتوا عارفين ان بدل ما بعمل اي حشوة لاي حاجة بحب احط لهم خضار كتير عشان يستفادوا بيه، لان هما مش بيحبوا يعني ياكلوا الحاجة صحيحة كده. فانا حطيت ايه معايا؟ بصلاية، ومعايا طماطمايه وقرن فلفل احمر كده، فرمتهم في الكبة وحطيتهم بس على النار كده. وهنزل عليهم بصدر فرخ او اقل كمان، يعني ده نص صدر فرخ، بس هيطلع معايا كمية حلوة اوي. تمام. وهفضل اقلب فيهم كده لحد ما احس ان السوائل يعني اللي في الخضار وكده اختفت شوية. وهنزل عليهم بقى بملح وفلفل وقرفة وورقة لورا وخلاص. وهقلب كويس كده وهسيبهم بقى على نار هادية لحد ما تستوي. تمام يا حبيبي، لحد كده اي حشوة بقى انت بتحبيها، عندك اي حاجة، عندك سلامي، عندك صدر مدخن، عندك اي حاجة ولادك بيحبوها، جبن بس، حتى اعملي بجبن بس هتبقى كويسة. معايا بقى كيس صلصة من اللي كنا مفرزينه، حطيت عليهم معلقة صلصة. ومعايا حطيت توم باودر وبصل باودر وزعتر وبابريكا وشوية ملح وفلفل وكمون وكزبرة. تمام، اي بهارات بتحبي طعمها في الصلصة حطيها، انا دوت اللي حطيته. ومعايا هنا ربع كوباية زيت زيتون او زيت عادي تحطيهم. ممكن الخطوة دي قبل ما يعني وانتي لسه بتعجني تحطيها مع العجين، بس انا حطيتها دلوقتي. ومعايا صينية، دي اكبر صينية عندي، دهنتها كده بمعلقة زيت، وحطيت شوية دقيق سيمولينا او دقيق سميد، الدقيق اللي بنعمل بيه البسبوسة يعني. تمام. وبغلف كده الارضية بتاعت الصينية عشان البيتزا ما تلزقش مني، وبتدي البيتزا لون حلو من تحت. هنزل كده يعني بأقل من الكمية شوية، يعني على قد الصينية ما هتاخد كده. انا الكمية دي هعملها لصينيتين، صينية كبيرة وصينية صغيرة. بس بجد يا جماعة طلعت وهم والله، احسن من اللي كنا بنفردها وكانت بتاخد معانا وقت ومجهود. وبجد سهلة وخطيرة، عجبت الولاد جدا. ومعايا كده الصلصة، بحطها بس بحرص عشان العجينة سايلة، فهحط كده وبالفرشة بقى بفردها كويس في الصينية. تمام يا حبايبي، لو وصلتي معايا لحد هنا متنسيش تصلي على النبي في الكومنتات، وبالله عليكي لايك واشتراك وكومنت كده حلو جميل منك كده يشجعني. بالراحة كده عشان خاطر نوزع يعني الحشوة كويس، عشان ما تبقاش في مكان واحد يعني. ومعايا هنا الخضار، حطيت فلفل الوان، عايزة تحطي برضو بصل حلقات، عايزة تحطي اي حاجة انتوا بتحبوها حطيها، بس انا حطيت فلفل الوان بس.
تمام. عايزه تحطي طماطم برضو فريش حطي، انا حطيت زي ما قلت لكم حطيتها في الحشوه. وبرضو الزيتون الحلقات او الزيتون المخلي حطيت اهو. بسيب بس الجبنه الموتزاريلا لما ادخلها الفرن شويه 10 دقايق كده في الفرن ولا حاجه، وبعدين اطلعها احط الجبنه الموتزاريلا على وشها عشان يعني تديني المطه في الاخر. تمام. والصينيه التانية عملتها حشوه تانية، حطيت نصها البسطرمه اللي كنت عاملاها معاكم، وبقيه الحشوه حطيتها في الجنب التاني. بجد البسطرمه دي طلعت تحفه جدا والله بجد، وهتوفر معاكي قوي. وبقيه الخضار برضه هحطه على الوش. تمام. اركنها بقى كده على جنب. اطلع بقى الصينيه التانية احط عليها على وشها الجبنه زي ما قلت لكم. انا قلت لكم بدخلها الفرن 10 دقايق وبعدين اطلعها احط على وشها الجبنه، وبعدين ارجعها الفرن تاني ربع ساعه على نار عاليه على الرف اللي تحت لحد ما تستوي. تمام. بجد خطيره خطيره، جربيها ومش مكلفه ولا هتاخد منك وقت ولا مجهود، والولاد هيحبوها قوي. بما اننا بقى في دروس ويعني وعايزين الحاجه السريعه عشان الاستعجال اللي بنبقى فيه، فلقيت دي اسرع حاجه بصراحه عملتها. بصوا تحفه تحفه جميله بجد، سخنه جدا مش عارفه امسكها. بصوا بس بقول لكم بصوا جميله والجبنه سايحه ازاي. بصوا ما شاء الله، الولاد حبوها قوي. جميله، جربيها. مع السلامه.